طبعا المدارس دخلت علينا وكل يوم بنحتار هنعمل سندوتشات ايه لولادنا. وطبعا النوتيلا ولادنا كلهم بيحبوه، واحنا كمان من قبل ولادنا بنحب النوتيلا جدا. فشفت وصفة النوتيلا دي قلت ليه لا ما نجربهاش مع بعضينا، وكمان مقاديرها سهلة جدا وبسيطة جدا، ومعظمها عندنا في بيتنا. وكمان بتدينا اكتر من كيلو من النوتيلا، يعني كيلو من النوتيلا بمقادير بسيطة جدا وسهلة جدا. حتى لو هنشتريها برضو مش هتبقى ربع التكلفة اللي احنا هنجيب بيها النوتيلا جاهزة. فشوفي المقادير الموجودة عندك اعمليه، واللي مش موجود هتجيبيه من بره، هتبقى حاجات بسيطة جدا. فان شاء الله هنعمل النوتيلا مع بعضينا، بس اوعدكم ان هي تبقى تحفة احلى كمان من اللي بتجيبيها جاهزة. بصراحة جربتها وعجباني جدا. اول حاجه انا جبت مكعب من الشوكولاته وزنه 110 جرام، ممكن كمان يبقى 100 جرام، يعني الموجود عندك مش هتفرق كتير. يعني المهم اي مكعب من الشوكولاته بس عشان يدينا طعم الشوكولاته في النوتيلا. بعد كده جبت كوبايه من الحليب، والحليب ده انا جايباه من عندي اللبان، حليب بلدي عشان يدينا طعم مميز كده في النوتيلا بتاعتنا. وجبت معاه بنفس الكوبايه سكر ابيض، كوبايه سكر ابيض. بعد كده هون جبت مكعب الشوكولاته اللي انا قطعته، وانا هنا قطعته علشان تدوب معايا على طول في الحليب اول ما يسخن. بعد كده جبت معلقتين من البندق المطحون، البندق ده خدته طحنته في الكبه، وبعد كده صفيته بمصفى ناعمه عشان ما يبقاش مخرز معايا. لو ما عندكيش بندق هاتي كيسين كابتشينو بالبندق بطعم البندق، وحطيهم معاه هيقضوا نفس الغرض بالظبط. وحطيت معاهم معلقه كبيره من الكريم شانتيه او بودره الكريم شانتيه. وبودره الكريم شانتيه هنا ممكن تخليها تبقى تحطيها في الخطوه التانيه، او تدوبيها الاول في الحليب وهو بارد، لانها مع السخونيه بتاعه الحليب بتاخد وقت شويه على ما بتدوب. بتاخديهم بقى على نار هاديه وتفضلي تقلبي فيهم كده لحد المكونات كلها ما تدوب معاكي وتمتزج مع بعض. طبعا بفضل اقلب فيها وما بشيلش ايدي منها لحد الصوص ما بحس ان هو غلي كده معانا، او اللبن بقى يفور كده معانا. في الحاله دي بيبقى المكونات كلها امتزجت مع بعضيها وغليت مع بعضيها، بتبقى كده مظبوطه جدا. ناخدها بقى ونشوف الخطوه التانية بتاعتنا هتبقى عباره عن ايه. شايفين شكل الصوص تحفة بجد، شكل الصوص يجنن. انا مش قادرة امسك نفسي عنه، او مش قادرة ابعد نفسي عنه. كويس ان ولادي ما كانوش موجودين اساسا، ما كانوش هيخلوني اكمل الفيديو ده. المهم بقى انا جبت الهاند بلندر لان الخلاط بتاعي بعافية شوية. انتي بقى اضربيها في الخلاط احسن بكتير، او الخلاط اسهل يعني من الهاند بلندر. المهم جبت ربع كوبايه من الكاكاو، والكاكاو اللي هتعملي بيه النوتيلا خليه كاكاو محلى، الكاكاو اللي احنا بنشربه العادي دون. بس انا للاسف ما كانش عندي غير الكاكاو الخام، فحطيت كاكاو خام بس خلى اللون غامق معايا شويه. لكن انت لو هتعمليها اعمليها بكاكاو محلى علشان لونها يبقى فاتح زي النوتيلا اللي بتجيبيها جاهزه بالظبط. وفي الحاله دي ولادك استحاله يفرقوها عن النوتيلا اللي بتجيبيها جاهزه. بعد كده بقى انا معايا نص كوبايه من الزيت، هنزل بيها سرسوب كده رفيع على النوتيلا وانا بضربها. سرسوب رفيع جدا عشان هو ده اللي هيتقل معايا النوتيلا. وممكن كمان لو ما عندك مكعب زبده برضو تحطيه معاه، هيخلي الطعم غني معاكي وجميله جدا ان شاء الله. نضرب بقى في النوتيلا بتاعتنا قد 10 دقايق كده لحد ما نحس ان المكونات كلها امتزجت مع بعضها وانها بدأت تتقل معانا. وزي ما بقولك لو عندك الخلاط هيبقى احسن بكتير، الخلاط طبعا هيبقى اسرع واوفر معاكي في الوقت. عايزاكي بقى ما تستكتريش المقادير، لان هي بصراحه هتديكي كميه كويسه جدا، يعني هتديكي قد كيلو كده من النوتيلا. وكمان هتنفعك جدا في سندوتشات الولاد، ولو حابه تعملي حلويات او تحشي تورته او تزيني جاتوه بصراحه جميله جدا. لا وطعمها خطير جدا، انا ما كنتش متصوره ان هي تطلع بالطعامه دي بجد، يمكن احلى كمان من اللي انت بتجيبيها من بره. وكده كده بنجيب وبنكلف نفسنا، يبقى ما نعملها بقى في بيتنا هتبقى انضف وهتبقى اوفر طبعا. بعد كده بقى خدتها حطيتها قد نص ساعه كده في التلاجة لحد ما تقلت معايا شويه، وكل ما هتسيبيها وهتقعد هتتقل كمان اكتر من كده. بصوا بقى انا في النص ساعه اللي سبتها في التلاجة اتاخد منها يجي كوبايه زي ما انتم شايفين نقصت قد ايه. لان زي ما بقول لكم فعلا والله طعمها خطير جدا. وزي ما انتم شايفين كل ما بتقعد بتتقل ازاي. ممكن بقى تعمليها لهم طبعا في سندوتشات فينو عادي، او ممكن تعمليها لهم كمان في معجنات، يعني تحشيها في المعجنات نفسها وتشيليها بقى بتطلعي لهم منها كل يوم كده على طول. ولو حسبتي المكونات اللي عملتيها بيها هتلاقي اوفر بكتير قوي من انك تجيبي برطمان منها جاهز. يلا بقى شطري كده واعمليها لاولادك وشوفي قولي لي رايك فيها ايه. وانا متاكده انها ان شاء الله هتعجبك جدا، لان بجد طعمها تحفه جدا وعجبني قوي 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 بصراحه يعني. وانا عارفه ان كل ام وانا كمان زيكم بتبقى محتاره تعمل سندوتشات ايه لولادها، وما بنصدق نلاقي وصفه يكونوا بيحبوها وكمان بنكون عارفين مكوناتها وهي متكونه من ايه. احسن طبعا ما بنجيب الحاجه الجاهزه ما بنبقاش طبعا ضامنين جوده المكونات اللي معموله منها. النوتيلا دي جميله جدا،
ان شاء الله تجربيها، ولو جربتيها وعجبتك ما تنسيش بقى تدخلي قناتي تدعميني باللايك وبالاشتراك وبتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. وصحتين وعافية على قلوبكم يا رب.